طيب موجودة مع الكرة، رجعها لصالح عبد العطيف اللي يلعب كرة عرضية ملعوبة بالراس من ياسر القحطاني، لكنها إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى في صالح منتخب لوكسمبورغ. محاولة المنتخب السعودي، لاحظ الكرة الماضية لعبت عرضية لكنها بالراس مباشرة من ياسر القحطاني إلى خارج أرض الملعب، وضربة مرمى لصالح لوكسمبورغ ملعوبة لياسر القحطاني. عطيف للقحطة أيضا هو الآخر، مقطوعة ترجع لصالح المنتخب السعودي باتجاه ياسر القحطاني. القحطاني يلعبها للأمام، ممتازة هذه المحاولة باتجاه سعد الحارثي. الحارثي كرة عرضية ويرجع بالكرة منتخب السعودي. ياسر القحطاني، القحطاني يعدي ياسر، يحاول يمر من الثاني للحارثي، لياسر للحارثي من جديد، خطأ، ضربة حرة مباشرة. حلو الكرة لكن الكرة تمر من أمام الشلهوب لصالح المنتخب السعودي. القحطاني قطعها، ياخذها القحطاني للأمام عند سايم. الكرات العرضية مقطوعة للشلهوب. الشلهوب بكرة اللعب داخل منطقة الجزاء. القحطاني هيئة لعطيف، ممتازة الرهيب، لعب عرضية ترجع مرة ثانية لعطيف. عطيف يلعب الكرة العرضية، ممتازة القحطاني، عنده كرة ممتازة القحطاني لما يكون الكرة ارتفاعها متوسط. دخول ياسر القحطاني بالراسية ممتازة. هذه محاولة القحطاني الماضية إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح حارس المرمى جوناثان جوبير. لكن شوف ممتازة المحاولة من ياسر القحطاني. بين هذا التصريح يمكن سمعناه لأكثر من مرة من لاعبين المنتخب السعودي. محمد الشلهوب لياسر القحطاني، القحطاني يعدي، ما زال يحتفظ بكرة. القحطاني يلعب كرة في الجهة اليسار لكن في السعودية الصقور، لكن ممكن تقول لوكسمبورغ الجزارين. القحطاني في كرة ممتازة. القحطاني لاحظ كرة ياسر القحطاني ممتازة جدا من ياسر، ارتطمت في القائم الأيمن لجوناثان جوبير. رمية جانبية منفذة لصالح المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، أو أن يدخل هذه المباراة كرر في يوم الأحد رغم أنها في سنوات متفاوتة. هذه كرة بالجهة اليسار، محاولة ملعوبة للقحطاني، يا رايق يا قحطاني، كرة لعبت على طول إلى ياسر القحطاني. ما عليك خوف يا أنقس ما دام عندك ياسر القحطاني. استلم كرة ممتازة على طول، وضعها في المرمى. الهدف الثاني في هذه المباراة، الهدف الثاني في هذه المباراة من ياسر القحطاني. استلم كرة ممتازة جدا. شوف الإعادة من جديد، المحاولة، نعم هذه الكرة السريعة مطلوبة. المحاولة ملعوبة عرضية لياسر القحطاني، استلم الكرة بشكل ممتاز بكل روقان، وضعها في مرمى منتخب لوكسمبورغ. الهدف الثاني عبر هذه المباراة. الأول كان حاضر من ضربة جزاء لصالح عبد العطيف اللي سجل ضربة الجزاء، ومن ثم إضافة من ياسر القحطاني في شوط المباراة الثاني للهدف الثاني. كنت أتكلم عن منتخب لوكسمبورغ. منتخب لوكسمبورغ لعب في 3 سنوات متفاوتة 3 مباريات ضد منتخب الديوك الفرنسية، كلها الغريب فيها يوم الأحد. كرة القدم ما هي بس بنية جسمانية، لكن مطلوب المهارة والتعرف على جميع